نعم. نعم. يسأل عن ما قام به هذا الزنديق الفاجر عندما أحرق القرآن الكريم. يعني ما دورنا نحن؟ أول دور لنا أن ندعو عليه أن يشل الله أركانه، وأن يرينا به عجائب الدنيا، عجائب قدرة الله في الدنيا قبل الآخرة، وأسأل الله تبارك يجعله من حطب جهنم. هذا بالنسبة لأول أمر، أن هؤلاء وأمثالهم نقول لهم في النهاية ما ضر السحاب نبح الكلاب. فهذا وأمثاله من الكلاب الذين يعني يحاول أن يظهروا أو يبحثون عن الشهرة، كما قال الذهبي رحمه الله تعالى، ذكر عن رجل أنه بال في ماء زمزم في بئر زمزم، فلما أمسك قال لماذا فعلت ذلك؟ قال أردت أن أشتهر. فقال دخل يعني التاريخ من أوسخ أبوابه. وهذا وأمثاله كذلك، اشتهر لكن من أوسخ أبواب التاريخ. ولا شك أن هذا الفعل كفر بالله تبارك وتعالى، ونحن كمسلمين يجب علينا أن نغضب لله تبارك وتعالى، نغضب لدين الله تبارك وتعالى، ونفزع لكتاب الله جل وعلا، لأن لا نقبل أن أحد يرمي المصحف هكذا فضلا عن يحرقه أو يهينه أو كذا. وقد ذكر أهل العلم أن من الأعمال التي إذا فعل يكون مرتدا إهانة المصحف لهذه الدرجة، مجرد إهانة للمصحف، ما بالك بإحراقه وغير ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة للدولة التي تسمح بهذا وفي الوقت ذاته تمنع أن تتكلم عن الشذوذ والشاذين، لا يجوز لك أن تتكلم عن أو تحرق علمهم، علم الشاذين لو الإنسان أحرقه في هذه البلاد لحوكمه، بينما يحرق المصحف يكون حرية شخصية. وهذه الدولة أنا حقيقة أدعو جميع المسلمين حقيقة أن يخرجوا من هذه الدولة المارقة التي تكرر منها مثل هذا الفعل حقيقة. ولا يجوز للمسلمين أن يبقوا في هذه البلدة، خاصة أعني الذين سافروا إليها وليسوا من أهلها. الحمد لله، يقول الله تبارك وتعالى: لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. أخرج من هذه البلاد واذهب إلى بلد أخرى، وهم محتاجون إلى هذه العمالة الموجودة. فعلى المسلمين جميعا حقيقة أن يخرجوا من هذه البلاد، إلا من كان من أهلها. وحتى من كان من أهلها إن كان يستطيع أن يخرج بأهله من هذه الدولة المارقة فليخرج حقيقة. ولا يجوز البقاء فيها وفيها يعني يصد عن دين الله تبارك بهذه الطريقة البشعة التي صنعت. أما بالنسبة لنا نحن كأفراد، يعني علينا أن ندعو دولنا حكامنا أن يكون لهم موقف من هذه الدولة، عن طريق مجلس الأمة، عن طريق الوصول إلى الوزراء أو الوصول إلى رأس الدولة في كل بلاد الإسلام، أنه يكون لهم موقف من هذا العمل تجاه هذه الدولة المارقة التي تتساهل في مثل هذه الأمور بحجة والله القانون لا يمنع. وهذا الكلام باطل لا شك. فعلينا نحن أن ندعو على هذا وأمثاله حقيقة، وأن ننصر دين الله تبارك وتعالى، ونعلم أن دين الله منصور سبحانه وتعالى. ولا ينبغي التسهيل في هذا الأمر وأن الأمر عادي. لا، الأمر ليس عاديا. صحيح يعني أنه يقتل، بعضهم يقول يقتل المسلمون في كل مكان. حين ردينا على هذه، لا، هذه أعظم من تقتيل المسلمين في كل مكان. ولذلك لو سمعنا نحن الآن أن هناك اعتداء على الكعبة، هل يبقى أحد منا هنا؟ ما نقبل هذا الأمر أبدا، لأن قتل المسلم من كبائر الذنوب. إهانة المصحف من الكفر والردة، أعظم من قتل المسلم حقيقة. فالقصد أننا ينبغي لنا أن تكون لنا يعني غضبة لله تبارك وتعالى، ولكن لا نملك أن نتصرف يعني تصرفا معين بحيث نذهب نقاتلهم. ما نملك هذا الشيء أبدا. لكن نسأل الله تبارك أن علينا أن ندعو عليهم، على بلادهم خاصة حكوماتهم، ندعو عليهم وندعو على من قام بهذا الحرق، وندعو على من أذن بهذا أو دافع عنه أو رضي به. لا، هذا يعني أقل ما نقوم به، والله المستعان.